من تحت الصفر لقمة العالم. النهارده قصتنا عن محمد صلاح. محمد صلاح بعد ما راح تشيلسي، جوزيه مورينيو كلمه قال له تعالى تشيلسي. راح لعب شوية وجم قالوا له انت الدوري الانجليزي اعلى منك، مش هينفع تلعب في الدوري الانجليزي. خد شنطه وراح على ايطاليا وبدأ تاني من تحت الصفر. وتعالى انت اللي بتسمع، انت ما بتعملش متابعة، هي تكتيك صار مش هتفرق معاك. اكتر من 70% من الناس ما بتعملش متابعة. لعب مع فيورنتينا وتألق، وطبعا روما خدوه. بعد ما راح روما برضو عمل مواسم عالمية مع روما. بعدها جاله عرض من الدوري الانجليزي تاني ليفربول. قال في نفسه انا هروح المكان اللي اترفضت فيه قبل كده. بس صلاح طبعا قرر يتحدى نفسه ورجع الدوري الانجليزي تاني. وطبعا مش عايز اقول لكم صلاح في ال9 سنين دول عمل ايه. ارقام بتتكلم والناس كلها عارفه صلاح عمل ايه. رابع الهدافين التاريخيين ليفربول، افضل لاعب في الدوري الانجليزي 3 مرات، وارقام كتير، وبطل الدوري الانجليزي مرتين، وبطل دوري ابطال اوروبا. صلاح بيديك حافز ان انت ما تيأس، ولو اترفضت مره او فشلت في شغلك مره حاول تاني واعمل تاني. هو سبب من اسباب الشغف للشباب كتير مصر. بس ودي كانت قصة النهارده من تحت الصفر لقمة العالم. صلاح. السلام عليكم.